السلام عليكم أحبتي الله. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق ليصلك كل جديد. اشترك الآن. ليس ذلك فقط بل الطيور ايضا وعلى الرغم من وجودها على جوانب الارض المدينه والعلاشات يقولون في ان الكعبه مشرفه بالارض المشرفه. قال الثالث الامر الاساسي في بناء الكعبه المشرفه وكان سيدنا ادم عليه السلام اول من ابتدأ دفع الكعبه في مسافه الكره الارضيه هو المكان الوحيد الذي يعين فيه اي بيانات او حرام لانه يعتبر تلك النقطه او العلامه التي تقوم باستقبال اشعه الشمس وبالاخص تحديدا عند المكان الذي يوجد به الحجر الاسود. كما ان الكعبه المشرفه هي قبله المسلمين ومن حكم الله سبحانه وتعالى في الصلاة سجود المسلمين، والسجود هو إزالة وتفريغ للشحنات الكهربائية الموجودة في أجسامهم إلى الأرض عند السجود باتجاه القبلة المشرفة. ولو سجدنا باتجاه معاكس لا يحدث أي تفريغ لأي شحنة من الشحنات الكهربائية، والسر في ذلك أن مكة المكرمة تعتبر هي مركز الجاذبية الأرضية التي تقوم بجذب الشحنات المغناطيسية لهذا المكان. ونشير إلى أن الكعبة الشريفة هي مركز الكرة الأرضية ومركز الجاذبية الأرضية، ذلك يعتبر المجال الجوي فوق الكعبة خصوصا منطقة فراغ في طبقات الهواء التي تعلو الكعبة. فهذا الأمر يجعل من غير الممكن أو استحالة تحليق الطائرات فوق الكعبة لأنها مركز جذب مغناطيسي تقوى الطائرات على دخول مكة المكرمة. وتعتبر الكعبة المشرفة هي بيت الله تعالى الحرام، حيث تكفل الله تعالى بحماية بيت الحرام في الأرض. والجدير بالذكر أن الكعبة المشرفة هي نور الأرض، حيث يخرج نور من الكعبة ويعتبر الضوء الخارجي عابرا للسماء. ويقال إن هذا النور يقل ويلتقي عند بيت الله المعمور في السماء، أي يتعامد البيت المعمور في السماء مع بيت الله الحرام في الأرض. لذلك يمنع الطيران فوق الكعبة، حيث تم إثبات ذلك علميا لأن الطائرات يستحيل أن ترتفع فوق الكعبة بسبب الجذب المغناطيسي. ولعل السبب الآخر لذلك هو قدسية المكان، فتعتبر الكعبة المشرفة مكانا للزيارة يشعر المرء فيها بالسكينة والراحة والطمأنينة أثناء وجوده وطوافه حول الكعبة. فيجب ألا ينشغل الذي يطوف إلا بالتقرب لله تعالى واستشعار عظمة المكان الذي هو فيه، ولا ينشغل بصوت الطائرات التي تحلق فوق الكعبة، حيث كل العباد مشغولة بعبادة الله تعالى. فهو مكان آمن لا يوجد فيه إزعاج ولا ضوضاء تقلق راحة المسلم. فسبحان الله، لأن من يدخل الكعبة يشعر بطمأنينة وراحة لا مثيل لها. ومن قدرة الله تعالى أيضا أن الطيور وخصوصا الحمام لا يطير فوق الكعبة مباشرة، حيث إنها إذا حلقت فوق الكعبة المشرفة لتدنت الكعبة من روث تلك الطيور ولاستوطنت الكعبة بأعشاشها، ولانشغل المسلمون بمراقبة الطيور لا بالانشغال بالعبادة وذكر الله تعالى. لذلك نرى الطيور من الحمام والعصافير تطوف حول الحرم المكي وعلى جوانب الكعبة، حيث لا يسقط شيء منها يؤثر على طهارة صحن الكعبة المشرفة. وتعتبر الكعبة المشرفة ذلك المكان الذي نقوم فيه بالتقرب من الله سبحانه وتعالى، لا بد وأن يكون طاهرا، وهو رمز لجميع المسلمين للدين الإسلامي، وهو أعظم ما تم بناؤه على كوكب الأرض، وبكل فخر هو بيت الله الحرام.